الصورة عبد الله. محمد وهبي في كلمة كابتن محمد تقي لم يمارس كرة القدم، تعرض للانتقاد في الفترات الماضية، ولكن محمد وهبي قيمة فنية كبيرة وكذلك إضافة للمنتخب المغربي. أنا أبارك له عبد الله شوف، أنا أبارك له للأمانة لهذا المدرب. أنا أسميه فيلسوف الكرة المغربية. وهبي؟ نعم، فيلسوف الكرة المغربية اللي يعد الشباب. كان في بلجيكا أكاديمي على مستوى عالي، الجامعة الملكية أعطته التمكين أنه هو يكون مدرب رغم بعض الانتقادات أن هذا المدرب ما مارس لعبة كرة القدم. هذا يثبت أن مش فقط المدرب لازم يكون لاعب كرة قدم، يثبت أن كرة القدم هي هي فلسفة، هي تنظيم، هي أبعاد فنية تكتيكية ارتبط في تمكين اللاعبين. أبارك له، عنده نخبة من النجوم المميزين، عرف كيف يكيفهم للحصول على كاس العالم. لقب كبير عبد الله، اللي يشوف انه لقب كاس العالم للشباب لقب عادي، انا بالنسبه لي اشوف لقب من اصعب الالقاب. ليش؟ لان انت تلعب مع لعيبه صغار في السن، شباب عندهم الطاقه بشكل اكبر. لكن للامانه اقول لك اياها بكل صراحه، تميزت المغرب في هذه البطوله وليست بالمباراه النهائيه. المغرب تميزت من بدايه البطوله الى نهايه البطوله. عبد الله الشيء الاهم من هذا ان هذا الفوز بهذه البطولة تحت 20 سنة يدل على أن المغرب عندها قاعدة قوية جدا. يعني اليوم ما في خوف على المنتخب الأول، لا اليوم ولا خلال 10 سنوات قادمة، بوجود منتخبات مثل هذه المنتخبات. يعني اليوم مش موضوع الكاس، اليوم موضوع بناء قاعدة قوية جدا تخدم وترفد المنتخب الأول. هذا أهم من موضوع البطولة نفسها. في نقطة ثانية أبغى أضيفها إذا اسمح لي. فوز منتخب الشباب ببطولة كأس العالم يرفع سقف الطموح للمنتخب الآن اللي عنده استحقاق قادم في أفريقيا، ويرفع سقف الطموح. لأن ليش ما نشوف المنتخب المغربي يوم من الأيام بطل لكأس العالم، والإمكانيات موجودة، واللعيبة اللي عنده وليد الرقراقي اليوم على مستوى عالي. فبالتالي هذا التحدي اليوم، الشعب المغربي اليوم الفرحة على 5 بطولات تم التسيد لها في الفترة الأخيرة. المنتخب الأولمبي، الفريق الوطني، عندك المنتخب الفريق أعتقد فريق السيدات حققوا بطولة سابقة. هذا يرفع سقف الطموح على مستوى عالي. إن شاء الله أن هذا السقف راح يرتفع بتحقيق أيضا البطولة الأفريقية القادمة إن شاء الله في المغرب. إن شاء الله.